مساء الخير ومساء الجمال ومساء الحاجات الحلوة والكشري الجميل. ألف هنا وشفا على اللي هيستلم مننا الطلب الحلو ده النهاردة. اتكلمنا قبل كده عن شوية وظايف كده بنحتاجها في أي كيتشن، ومن ضمنها وظيفة ما ينفعش نستغنى عنها اللي هي الشيف. طيب، أنا بقى ملاحظة حاجة، كل واحدة تروح عاملة لها جروب وتكتب جروب الشيف فلانة. حضرتك خدتي شهادة؟ لا. طب حضرتك شيف في ايه؟ ما هو احنا لازم واحنا بنظبط الكيتشن بتاعنا وبنظبط الوظائف بتاعتنا، لازم نبقى عارفين ان الشيف ده في منه يعني مجالات. شيف حلويات، شيف شرقي، شيف فرنش بيكري، شيف لحوم، شيف اسماك، شيف بيعمل مخبوزات فقط، شيف تاني مسؤول عن الحلويات مثلا والجاتوهات. حتى كمان الشيف اللي بيعمل الحلويات الشرقية غير اللي بيعمل الحلويات الغربية، لو الاتنين طلعوا واحد يبقى جميل قوي. يعني في مجالات كتيرة جدا. حضرتك شيف في ايه؟ وفاتحة مطبخك على اساس ايه؟ فيا ريت بس ايه ناخد بالنا كده. هي مش شغلة اللي ملوش شغل والله يا جماعة، ومفيش حاجة اسمها شيف من غير شهادة ومن غير خبرة عملية ويكون في مكان شاف شغل حضرتك وحكم عليك ان انت فعلا شيف. مكان رحت اتدربت فيه، مكان لازم يبقى كده. لكن انا من نفسي كده فاتحة حاجة بمشيها بمزاجي كده على هواية، وانا حتى مش فاهمة كمان. طب انا لما اعمل المشروع، الشيف اللي هجيبه على اساس ايه؟ في حاجة اسمها شيف مصنعات. لو أنا بقى هشتغل في البرجر والسجق والكلام ده، في مصنعات اللحوم، وفي شيف للحوم بس وشيف للأسماك بس. حضرتك أو حضرتك لما تعمل مشروعك هتعين على أساس إيه؟ أنت أصلا مطبخك بيقدم إيه؟ وهتعين شيف إزاي؟ خدوا بالكم من الموضوع ده.